يوسف جاهز تطير؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم يوسف وابو خلود من قناة لوكو فريندز. طيب يا جماعة، لنا تقريبا أنا وابو خلود سنة كاملة مترددين إن احنا نجرب السكاي دايفنج، كل واحد خايف ويعزز حق الثاني. قررنا انا ويوسف نشتري هذه الطيارة يا جماعة وننزل منها سكاي دايف. يوسف راح يسوق وانا راح انقز منها. لا يا حبيبي لا يا ابو خلود، اليوم راح نجرب في مكان اسمه جرافيتي اندور سكاي دايفنج، اللي انت تكون داخل المبنى وزي الهواء من تحت يدفعك وكأنك تطير. هذا اقل ان شاء الله خطورة، وان شاء الله نبدا تدريجيا نسوي هذه التجربة، بعدين باذن الله لحالك تروح تجرب ليك. يوسف نسبة الخوف؟ المكان مرتب ما شاء الله. شوف بخلود التصميم جامد، كل مكان عبارة عن ازرق وابيض. لازم تشوف الانبوبة الحين. اسمع يا جماعة، هذه الخوذة اللي تلبسها لما تدخل داخل الانبوب الهوائي، هذه لازم تلبسها صح؟ واو راسك كبير. اي بس كذا يا جماعة، انا هذا زي الكاب. مستحيل كذا. عشان تجرب؟ لا مستحيل. زي الكاب. هذه نظارة شمسية بس. عبينا الفورم، هذا تصريح ان انت صحيا ممتاز وكل شيء تمام، ما قصرت ديانا ساعدتنا. ثانك يو فيري ماتش. ثانك يو ديانا. بسم الله يا جماعة، لازم نلحق بسرعة، لازم نلحق بسرعة. المكان كبير، الانبوب ما شاء الله، شوف الارتفاع كم لما قلت لك 200. شوف جاهز؟ لا والله مو جاهز. شوف الممر ذا، والله جامد. والله هي الممر جامد. انا مخلط طبعا من زمان خاطر، كم من متى انا اقول لك نبي نجرب الهليكوبتر. والله مو هليكوبتر. الطياره انك انت مو صعب. يوم من الايام حبيبي اسمع، ان شاء الله جربنا هذه، اذا عجبنا الوضع باذن الله من 10 الى 15 سنه نجرب. مره بعيد ها. بعد ما تخلص السيشن نطبق الاشياء اللي علموك اياها. في ظل انتظار الحصه هذه، اللي ما راح واشترك في قناتنا في سناب شات قسم بالله يمكن اطيره هنا. هذه القناه ادخل عليها واشترك. احرق الزر. باذن الله اذا وصلنا 50,000 هالاسبوع ده المفروض شو اللي بيصير؟ بتسوي سحب على $1000. ايش؟ من حسابك. اوكي من حسابك. يلا تبديل جاهز؟ لا كيف جاهز؟ طبعا هذا اللبس حقهم لازم تلبسه ولا ما تنزل الطيران. الطيران مو تجي منافذ تغطي. لا اعطاني اكبر هلمت، قال راسك عود. خوذه وبولينج. اشوف تلعب فيها بولينج 100%. المقاس اهم شيء. ترتيب اصبر. اوكي طيقه. اي طيب. يوسف جاهز الاقوى تجربه الطيران؟ كلاس مع الشباب الطيران. اتوقع هذا اول كلاس احضره مع يوسف. طبعا الكلاس هنا تحضر عشان يعلمك كيف تكون داخل الجهاز هنا. بالضبط زي الهامجي يصقع. سريع. بعد طلع اهم شيء فوق شوي بس. خلصنا يا جماعه الشرح، وان شاء الله انه فهمنا. ما اتوقع يوسف فهم لانه بس كان يسوي في الكلاس كذا. انا اللي فهمته الحين هو بس يسوي لك حركتين، يسوي لك كذا معناتها انه من رجولك لو كنت انت مثنيها، او يسوي لك كذا ارفع راسك على فوق. انطرني تتذكر شيء منه. واذا اسمع يلا جود لك. يا جماعه دخل يوسف الحين، انا بصوره اول ما يطلع انا بدخل مكانه على طول. خلينا نشوف مين اللي طيرانه احسن، قيمونا في الكومنتات. يا جماعه يوسف مو قامط الا اللي بعده. جو ايزي يوسف ايزي. بسم الله 3 2 1
يطلع فوق يطلعون يوسف لين هذا البرج. بسم الله خشب طيران. يوسف كيف؟ راسي دار. بس والله يا جماعه التجربه والله مو طبيعيه. خذ يلا كيف؟ خذ والله تبي زيادة؟ خلاص مريت والراس الحين ادري وين. ايه شوف الحركه اللي بسويها فوق ها. يا جماعة الخير الحين بخلود راح يجرب والله العظيم التجربة مو طبيعية لما تطلع فوق ويفر فيك. شوف الحين الكبير وصل يا رجال. أنا والله بخلود شكلك متمرس ها تلعبها كل يوم من وراي. والله بخلود شكلك كل يوم يطير. اي قسم بالله مش طبيعيه. بس هي كيف الدوران راسك فرق والله هي صدع راسي داخل. قسم بالله الضغط والهواء بس بربي شعور الطيران فوق مش طبيعي. اذا كانت التجربه في الانبوب هنا داخل خرافيه فما بالك لو نقزنا من الطياره. من ارتفاع كم 5000 6000 كيلو ارتفاع مره. يا جماعه ذا صاحي ولا لا؟ يقول لي 6000 كيلو. بخلود ترى اللي ينقزون من الطيارات سكاي دايف انا شفتهم ينقزون من كم 5000 كيلو ممكن ولا ارتفاع مره عالي. يا جماعه يوسف يقول 5000 كيلو ينقزون منهم سكاي دايف. صححوا المعلومه تحت وخلنا نشوف كم. يا جماعه 5000 كيلو كثير. كيلو 1000 كيلو. حتى 1000 كيلو مين قال واجد. كم؟ 2 كيلو 3 كيلو مستحيل. انا مجرب حبيبي 2 كيلو 3 كيلو مستحيل. زينه ما شاء الله هي. طيب يا جماعه استلمنا شهاداتنا على الطيران. هذا شهاده يوسف وهذه شهاده اللوكو فريندز. شهادة القناة. اي نعم شهاده القناه بتوقيع الكابتن وليد. هلا بيكم اهلا وسهلا الله يعافيك سلمك. في سؤال وجواب بكل مصداقيه وامانه بدون مجامله. لا تقول اوف احسن واحد. قيم يوسف وقيمني في الطيران. انت ما شاء الله خبره. والله يعني حق اول مره جيد جدا يعني. انت ما يعني من 10 اي يعني اعطيك 7. يلا ولا تزعل. لا والله ما زعلت بالعكس. لا ما يصير اثنين. اسمع ما يزعل قدامك بعدين يصير حق اول مره ما يصير اثنين نفس الشيء. تقدرون تسمونا خبراء الطيران لمده دقيقتين. وانا وبخلود ننصحكم تجربون هذه التجربه في جرافيتي البحرين. راح نحط لكم الانستغرام حقهم في صندوق الوصف ونشوفكم ان شاء الله فيديو جاي. واللي ما تابع قناتنا في سناب شات الرابط موجود قسم تحت. بالله يمكن ان شاء الله. نشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي. جد يا جماعه اللي مو مشترك في قناه سناب شات قاعد تفوتك الكثير من المتعه هنا. والله يا جماعه عجبتني الطياره ذي اللي برا بشكل مش طبيعي. اللي بيجي جرافيتي هذه لازم يصور معاه. اذا انت لك زياره للبحرين قريبه لازم تجي جرافيتي وتجرب تجربه الطيران هذا. واذا انت خواف من المرتفعات ما له علاقه زينا. افضل شيء ايش تجرب؟ ايش تجرب هذه؟ انت بس سوي له كذا وما عليك. سوي له كذا وبتجرب شيء جامد. سوي له كذا بس.